ركلة جزاء، ركلة جزاء، وبعد الغياب وبعد العتاب والانتظار تأتي ركلة الجزاء لصالح المريخ، وأخيرا يقترب المريخ من المرمى أكثر من أي وقت مضى من خلال ركلة جزاء لصالح المريخ. ركلة جزاء لصالح المريخ، محاولة، شوف في الإعادة، فلت ومر وعدى بكر المدينة وتقدم، وتدخل من سفيان خديرية، ومباشرة لا يتوانى حكم المباراة جوزيف لابتيني في احتساب ركلة الجزاء الأولى لصالح المريخ. محاولة كانت أمامنا، ومباشرة ركلة جزاء لصالح المريخ. ركلة جزاء، والمريخ تنتظر انتفاضة مدرمان ولهدف يهز مدرمان احتفالا قبل أن عانقة الشباك. تقدم للأمام ومحاولة، وهوبا هوبا هوبا في الجول، في الجول، هدف لصالح المريخ. واهتز يا مدرمان، وافرح يا مدرمان، هدف أول وفرحة أولى للزعيم. كرة في سقف المرمى تعانق الشباك، واحتفاليات في سقف مان. وارفع راسك انت مريخابي، ان كنت صغيرا ام كبيرا فالكل يفرح بهدف اول يضعها في المرمى على الدين ويدون الهدف الاول. وفرحه جارزيتو، وجارزيتو يقول له تسلم رجليك يا علاء الدين يوسف. اذا انتفاضه الفرح التي طال انتظارها ل40 دقيقه ياتي بها علاء الدين في سقف المرمى. فرح جماهير المريخ، هدف أول في هذه المباراة. علاء يضحى في سقف المرمى، والفرحة في سقف مدرمان وفي سماء مدرمان، وضحى في سماء مدرمان علاء الدين بهذه المرمى، ووضع أفراح جماهيره في سماء مدرمان، وهو الكرة وين؟ في سقف المرمى. بهدف أول لصالح المريخ، هدف أول طال انتظاره، هدف أول لصالح. ظفر إلى داخل أرضية الملعب، وشيبون إلى خارج أرضية الملعب. نلعب في الوقت بدل الضائع، انطلاقه في الامام، وبكر المدينه وينك من زمان. محاوله للتقدم، البحث عن كره، والثنائيه، سلام في الجول، والثنائيه مريخيه. واتى الختام ولحن الختام، ولحن الختام، وما اجمل من ختام، ما اجمل من ختام. يضعها في المرمى، وافرح يا شعب المريخ، وافرح يا شعب المريخ. هدف ثاني فيه الضمان والامان من ارض مدرمان، من ارض مدرمان. وارفع راسك انت مريخي، قضي الامر، قضي الامر، قضي الامر يا وفاق الصيف ويا اهل المريخ. 3 نقاط بالجيب، 3 نقاط مريخيه. هدف ثاني ناجوها اهل المريخ، نادوها اهل المريخ، ومن زمان كان وين. وكما قال النصري ناديناك وناجيناك وما ظنينا نغني سواك. اتى صداك هذه المره، اتى صداك هذه المره، يا اتى صداك. ناجينا بكر المدينة، وناجينا بكر المدينة، وناديناه فأتى صداه بتمريرة وعرضية وثنائية من تمريرة ملعوبة، البحث عن كرة عرضية، مرور يأتي أمامنا والعرضية، ومحاولة، وبا ضاعت تسديدة، وما زالت الفردية على لاعبي المريخ. وركلة جزاء، ركلة جزاء للمريخ، ركلة جزاء ثانية لصالح المريخ يحتسبها جوزيف لابتيني بالإعادة. سنرى الجواب وينتهي معه العتاب يا وفاق الصيف. سنرى الجواب بالإعادة. حكم صارم تماما زي ما ذكرنا، لا تناقشوا. نشوف بالإعادة اللقطة. هنا أتت رمضان عجب، تقدم رمضان، اللعبة الأولى عدت، بعد ذلك ديديه أضاع لأكثر من كرة، حاول أن يسددها أكثر من مرة، أضاع ديديه. هذه اللعبة اللي نتكلم عنها، لمسة يد كانت موجودة، لمسة اليد في اللقطة الماضية، لمسة اليد كانت موجودة. وأعتقد أن الزملاء في الاستوديو التحليلي بمنطق القانون سيكون استفراد أيضا لهذه اللقطة، والحديث عن ركلة الجزاء التي تتهادى الآن لصالح المريخ. ركلة جزاء ثانية، والمريخ
أكثر ما يحتاجه كان لهدف. علاء الدين يوسف نفس اللاعب، هل يعيد الكرة؟ هل يعيد الكرة؟ علاء الدين هل يأتي بالثنائية؟ علاء الدين أوبا، ضاعت. حاول أن يعيدها في نفس المكان في سقف المرمى علاء الدين يوسف، وضاعت الكرة الماضية، اصطدمت وارتطمت. ركلة جزاء يقول الحكم، ركلة جزاء يقول حكم المباراة لمصلحة المريخ. يا سفيان يا خضيرية الذي ينال البطاقة الصفراء. لمسة بينية ما لم يكن منتظرا من سفيان خضيرية. هل لمس اللاعب أم لا؟ هل لمس بكر المدينة أو لا؟ هنا لا يمكن الحكم، لا يمكن، لأن الصورة غير واضحة. ربما هذه تكون أوضح. لا ندري هل لمس سفيان خضيرية، ربما من هذا المكان. يا سفيان، يا سفيان كان بالإمكان أن تموه. يا سفيان كان بالإمكان أن تموه، لكن مجرد الاحتكاك باللاعب يعني ركلة جزاء. أعتقد هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء لمصلحة المريخ. وفي المرمى، في المرمى بكر المدينة يسجل، بكر المدينة يمضي الهدف الأول بعدما مر ما كان صعبا بالنسبة لفريق الوفاق. يتمكن المريخ من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء. ركلة جزاء. ارفع راسك أنت مريخاوي أو مريخاوي. في مباريات كرة القدم فلن ننتظر شيئا جديدا من القارة السمراء. كرة خطيرة لفريق المريخ، هذه الفرصة للثاني والثاني إلى المرمى، الثاني إلى المرمى. خلاص انتهت الأمور. أوكرا هو الذي مكن المريخ من حصد المركز الثاني في هذه المجموعة، ومن حصد نقاط الثلاث 7 نقاط للمريخ. 7 نقاط للمريخ. الآن يخسر رسميا الوفاق في هذه المباراة بالهدف الثاني من أوكرا. الغاني الذي قدم من الخلف، الغاني يمضي الثاني للأحمر الوهاج المريخ السوداني. والوفاق قد يندم على اللبن المسكوب، على خطأ مجاني من خضيرية وبطاقة حمراء مجانية من كنيش، ومن فرصة سانحة للتسجيل من سفيان حاشي. معليش، هكذا هي كرة القدم، إذا لم تسجل تقبل أهدافا، إذا لم تسجل تقبل أهدافا. وأسوأ نقطة في هذا اللقاء هو الحكم. وخطير والدفاع يتدخل. فرصة الثاني والانطلاق الآن. ماذا صفر الحكم؟ صفر ركلة جزاء. صفر ركلة جزاء هذا الحكم. والله أنت والتحكيم خطان متوازيان لا يلتقيان ولا يتقاطعان أبدا. هذه القارة السمراء، وهذه قارة إفريقيا، وهذه كرة القدم في قارة إفريقيا. فماذا ستنتظرون؟ هذه الكرة التسديدة، الدفاع ولو بالخطأ، يعني هذه لا تحتاج بتاتا قرار بوجود ركلة جزاء. لا هي لمسة يد مؤثرة ولا متعمدة، يعني لمسات اليد في تقدير الحكام حتى تصبح ركلة جزاء. هذه تسديدة لم تغير مسار الكرة، وأصلا الكرة تقريبا كانت عند سيد علي العمري ولم تكن متعمدة. خلينا من التعمد، لكن نتحدث عن تأثير لمسة اليد.
لم تكن لمسة يد مؤثرة، يعني الكرة لم تكن متاحة للاعب المريخ. كرة من ركلة الجزاء، ركلة الجزاء ضاعت ركلة الجزاء. عاد الحق لأهله، عاد الحق. الكرة في العارضة، تركيز نحو المرمى مفقود.